السلام عليكم. عايزة وصفة حلويات سهلة وبسيطة وشتوية. هنعمل النهاردة زي ما انت شايفة كده البسبوسة الشتوية. ايه البسبوسة الشتوية دي؟ هتفرق عن البسبوسة العادية؟ ايوه بتفرق، بنضيف لها مكون شتوي حلو جدا وكلنا بنحبه وبناكله باشكال مختلفة. النهاردة هنعمل ليه استخدام كده، هنعمل بيه بسبوسة. السلام عليكم، معاكم سفرة هوايدة، اتمنى تكونوا بخير. والنهارده ان شاء الله هنعمل وصفه سهله وبسيطه، البسبوسه الشتويه، وعلى طول سهله، وفي 10 دقائق تقدري تعمليها وتقدميها لولادك. قد ايه هي طريه ومرمله وجميله جدا. المكونات عندي كوبايتين من دقيق السميد، وكوبايه الا ربع من الدقيق. السميد يكون اللي هو اللي بيتباع عند العطار، اللي هو ما فيهوش اي حاجه. معلقه من البيكنج باودر، ونص كوبايه سكر، وقلبي كل المكونات الجافه دي مع بعض. عندك بيضه وفانيليا. ما تضيفي اي بيض لاي حلويات لازم يكون تطلعيه قبل بساعه كده او نص ساعه في المطبخ، ما يكونش من التلاجة على طول. نص كوبايه من السمنه، سمنه وزيت، سمنه بلدي، سمنه عاديه براحتك. شربي كل الدقيق والسميد بالسمنه، لازم يشرب كويس جدا كانك بتعملي بسبوسه عاديه. تشربي كل حبات السميد والدقيق بالسمنه. عندي هنا المكون، عندي البطاطا طبعا البطاطا الشتويه. هتسلقي البطاطا وهتاخدي منها كوبايتين بالظبط. الكوبايه اللي انت تعايري بيها هي اللي تعايري بيها البطاطا. هنسلقها او تشويها براحتك. طبعا انا سلقتها واخدت منها كوبايتين. حلوه جدا في الوصفه دي، عملنا وصفات كتير بالبطاطا وهنشوفها ان شاء الله في صندوق الوصف. عندي كوبايه من الزبادي، كوبايه كبيره من الزبادي. بتضطر بقى كل المكونات دي مع بعض كده بنشربها كويس قوي. لو لقيتيها لسه محتاجه سوائل ضيفي معلقتين من الحليب. انا ضفت هنا معلقتين من الحليب، وبقلب بالمعلقه بالراحه كده، بمزج كل المكونات مع بعض. وخلاص البسبوسه الشتويه بتاعتنا اللي بالبطاطا جاهزه معانا. هنبطن صينيه مقاس 30 بالسمنه، ونضيف الخليط بتاعنا ونسويه كده في كل الصينيه زي ما انت شايفه. وعلشان يتسوى معاكي كويس جدا بلي ايدك بالميه ويسويه بايدك، يعني بلي ايدك ميه كده ويسوي كل الخليط عشان تطلع كلها سوا بعض. اديها كده خبطتين 3 على الرخامه. وكمان على الوش بقى حطي معلقه من السمنه بالفرشه كده. وخلاص البسبوسه الشتويه بتاعتنا بالبطاطا الجميله جدا اللي رائعه فعلا جاهزه. دخليها الفرن على درجه 180 درجه في الرف الوسط. لما تحس انها احمرت من الاطراف شغل عليها الشوايه شويه صغيرين تاخد لون، وطلعيها زيها زي اي بسبوسه. وهي سخنه ابدأي احط عليها الشيره بتاعتها، شيره متوسطه. كوبايتين من السكر مع كوبايه ونص من الميه وعصره ليمون. ممكن تحطي معلقه زبده، معلقه سمنه، فانيليا براحتك. حط كل الشيرة عليها وسيبيها كده شوية، 5 دقايق 7 دقايق بتلاقيها شربت كل الشيرة زي ما انت شايفة كده. شربتها كلها ولونها الذهبي الجميل. عايز تحط على وشها سوداني، تحط على وشها مكسرات براحتك. انا حباها سادة كده عشان ناكلها بالقشطة او تاكليها سادة. يا دوبك ترتاح 10 دقايق. طبعا الولاد ما بيصبروش على طول، عايزين يدوق ريحتها فعلا تجنن وطعمها حلو جدا. بسبوسة كده شتوية جميلة خفيفة، اخف من البسبوسة العادية وطعمها رائع. تقدري تعمليها لاولادك. عملنا وصفات كتير جدا بالبطاطا هنزلها لك ان شاء الله في صندوق الوصف. لازم نستغل كده الفاكهه الشتويه اللي طلعت معانا، والبطاطا من الحاجات الجميله جدا. طبعا احلى حاجه لاكل البطاطا هي المشويه في الفرن بالعسل بتاعها. ممكن تدخليها في اكلات كتير حلوه او حادقه. بنعمل بيها صينيه بطاطس بالبطاطا حلوه جدا، بنعمل بيها حلويات، بنعمل بيها عيش خبز البلوطاطا اللي عملناه، بنعمل بيها قرص البطاطا، حاجه جميله جدا. وعملنا رقيش البطاطا كمان. فتستغلي كل الفاكهه من كل موسم في الحاجات الجميله اللي بنعملها لاولادنا. زي ما انت شايفاها كده لونها جميل مرمله. احنا اكلناها اول ما طلعت كده زي ما هي، وتاني يوم حطيت عليها قشطه اللي هي وش اللبن. كانت رائعه فعلا. ان شاء الله الوصفه تعجبك. اتمنى اللايك على الفيديو والاشتراك على القناه، فعلى جرس الكل يوصلك كل جديد من سفرة هوايدا. تحياتي هوايدا عبد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.